الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ له حرسا، فلما سحر عليه الصلاة والسلام فرأى أتاه الملائكة في المنام وأخبروه في مكان السحر، فلما ذهبوا فوجدوا تمثالا مغروس فيه 11 عقدة. هذا هو كان سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا كلما حلوا عقدة منها تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حلوا 11 العقدة، وهي 11 آية الموجودة في قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فاحفظها وقلها صباحا وقلها مساء، حصن نفسك، حصن أولادك، حصن بيتك. يا من تريد أن تطرد الشيطان من حياتك، من هو الذي علمنا بالدواء الذي نطرد فيه الشيطان؟ من هو؟ إنه الشيطان نفسه. في الحديث الطويل الذي كان في حوار بين أبو هريرة والشيطان لما كان مشرف على الصدقة، قال له الشيطان: سأعلمك يا أبا هريرة كلمات إن قلتها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، كل الليل وأنت عليك ملك يحرسك من الله عز وجل. فما هو الذكر؟ قال: قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. هذه الآية العظيمة التي يجب أن تحفظها يا مسلم، لأنك لو قرأتها خلف كل صلاة لم يكن بينك وبين الجنة إلا الموت كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو قرأتها في ليل لا يزال عليك من الله حافظ. ولذلك أبو هريرة راح عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هذا قال لي كذا وكذا. قال: صدقك وهو كذوب. نعم صحيح، أقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كلنا نحفظها، بس قلها 100 مرة، فإنه ماذا له؟ اسمع: كانت له عدل عتق 10 رقاب، كأنما أعتق 10، ومن أعتق نفسا فأعتقه الله من النار. فكيف الذي يعتق 10 كل يوم؟ كل يوم تعتق 10. وكتب الله 100 حسنة له ومحى عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان يومه ذلك كله. الشيخ أحد المشايخ العلماء المشهور في الرقية يقول: قرأت على مريض فيه جن، يقول: فأنا أقرأ عليه فقال جني: ترى إذا ما تسكت يا شيخ أخرج منه وأدخل فيك. فتوقف الشيخ وقال: أقسم بالله أتحداك أن تؤذيني، أخرج إن كنت صادقا. فبدأ يبكي الجني، فقال: ما الذي يبكيك؟ قال: أنت قلت لا إله إلا الله 100 مرة، والله لا أنا ولا جن الأرض نستطيع عليك. قلها وحصن نفسك وبيتك.